تورتة المناسبات وأعياد الميلاد هنعملها بالدقيق البيتي ومن غير ما نفصل البيض، وخطواتها في منتهى السهولة، وهنزينها مع بعض كمان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلة اللي هخبز فيها الكيك. دي حلة استانلس عالية مقاسها 24. فرشتها بورقة الزبدة وشغلت الفرن على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة متوسطة، وهبدأ إن أنا أعمل الاسبونج البيتي اللي عملته قبل كده مع حضراتكم في فيديو تفصيلي. عبارة عن إيه؟ بالكوب المعياري كوبايتين من الدقيق جميع الاستعمالات أو دقيق مخصص للكيك، كوباية من السكر، نص كوبايه من النشا، ومعلقه كبيره من محسن الجل وده مهم ووريت حضراتكم الكيس اللي بستخدمه، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، واربع بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ وعليهم فانيليا، وكوبايه من الميه اللي من الحنفيه عادي جدا، ورشه من الملح. وهي دي بس مقادير الاسبونج البيتي. هكتب لحضرتك اسفل الفيديو كل المقادير تاني برضو بالكوب وبالجرام للحبايب اللي بيحبوا يشتغلوا بالجرام بكل دقه. هنضربه مع بعض بالمضرب الكهربي او بالعجان، ما ينفعش في الخلاط او في الكبه خالص. مده لا تقل عن 10 دقائق لحد ما تلاقي لونه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، لونه اشبه بالكريم شانتيه وهش كده وفومي، وتحسي ان هو تضاعف حجمه. هنصبه على طول في الصينيه، وبعدين بنسويه وبنعمل له كده باي حاجه رفيعه، خطوط عشوائيه عشان نخرج اي هواء جواه عشان مسام الكيك تبقى حلوه. اما بالنسبه لحجم الصينيه ده بيقعد في الفرن مش اقل من ساعه. بصوا يا جماعه، الاسبونج كل صينيه بتاخد درجه سويه معينه. يعني بمعنى الحله بتاعتي دي عاليه، بتاخد ساعه. لو صبتيه في صينيه رفيعه ما بياخدش اكتر من 15 دقيقه. طبعا مهم جدا انك تخبزيه من بدري جدا او من قبلها بيوم قبل ما تزيني الكيك عشان وانت بتقطعيه ما يفرفتش منك. وسبته بقى لحد ما برد تماما، وعملت الكريم شانتيه، عملت كريم شانتيه ابيض، وخدت كل شويه كده في طبق صغير عشان انا هعمل الكيك فيها كذا لون. فجبت الالوان الجل دي، الوان كريمه اسمها الوان جل، بتتباع في اي محل مستلزمات حلواني. ال 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 العبوه بتاعتها مش غاليه خالص، تقريبا يعني يا ب 12 جنيه يا ب 15 جنيه حاجه كده. هاتي الالوان بقى اللي تناسبك وبلون بيها الكريمه. الالوان دي بتدي للكريمه لون فقط، ما بتديهاش اي طعم نهائي. تقدري تلوني الدرجه اللي تحبيها. طبعا كل نقطه بتنزلي بيها على الكريمه بتديكي درجه لون مختلفه. عملت اخضر، وعملت فوشيا غامق كده، وعملت بينك فاتح، وعملت كمان بالاحمر، خدت منه نقطتين بس على الابيض، اداني سيمون هادي ورايق قوي. في مقطع كده اتحذف تماما، ان هو تقطيع التورته وحشوها بالكريمه وتغليفها بالكريمه، بس انا هوريها لكم في الاخر برضو عشان الامانه. في الاول بعد ما حشيتها بالكريمه، حشيتها كريمه بس ساده، وغلفتها بالكريمه وسويتها ودخلتها التلاجة شويه. وبعد ما عملت الوان الكريمه بدات بقى اللي انا ازينها. اول حاجه خدت شويه كده من اللون الفوشيا وعملته في الداير بتاع التورتايه من تحت، بيدي شكل حلو قوي، خصوصا كمان ان التورته دي تورته بنوتي الصغننه. وبالنسبه للكريم شانتيه اللي زينت بيه ده كان اسهل من الشوكولاته البيضاء اللي بنلونها بصراحه بكتير بكتير. هو شويه من الكريم شانتيه اللي متلون عملته، حطيته في طبق على حمام بخار، قعدت اقلب فيه لحد ما بدا ان هو يسيح، وسبته بقى لحد ما برد خالص. وبعدين تقدري بتعملي بيه دريب على الكيك اي لون بقى تحبيه. وممكن كمان تقفلي بيه الجنب التاني اللي هناك خالص زي ما انا هعمل كده دلوقتي. بعد ما عملت الدريب لقيت ان الاحلى ان انا اقفل الجنب كله باللون الفوشيا. وده جناش شوكولاته عادي برضو، دي 100 جرام من الشوكولاته، سيحتها برضو على حمام مائي، وضفت عليها ربع كوبايه من اللبن الحليب، وقلبتها كويس جدا لحد ما بقت ناعمه بالشكل ده. وضفت لها معلقه من الزيت، وبرضو بنسيبها لحد ما تبرد خالص. وبعدين بنبدا ان احنا نعمل بيها. عملت التورته نص فانيليا، نص كريمه ونص شوكولاته، وصبيتها على نص الشوكولاته بالراحه، وعملت عليها دريب كده على خفيف، وسبتها شويه كده في التلاجة. وبدات ان انا بقى اعمل النص اللي بالكريمه، ازينه بقى ايه، واعمل فيه شويه وردات كده، نعمل ايه، حاجه كده مبهجه ومفرحه. فالالوان اللي احنا عملناها هنظبطها بقى بطريقه عشوائيه. يعني عملت الاول بالسيمون، وكان درجته حلوه قوي قوي بصراحه، ولونه رايق كده. ده نقطتين بس من الاحمر حطيتهم على الكريمه البيضاء، اداني الدرجه دي تحفه بصراحه. طبعا كل ما بتزودي في اللون كل ما بيديكي لون تاني نهائي خالص. واللون البينك الفاتح عملت بيه وردات صغيره، وبرده الابيض عملت بيه شويه كده من الوردات الصغيره جنب اللي بالشوكولاته. سبته كده بس بالشوكولاته. التورته يعني بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيدات، وفي منتهى السهوله حتى تزيينها. والاخضر بقى عملت بيه فروع الشجره بالقمع اللي هو الصغير بتاع فروع الشجره ده. عملت بيها فروع الشجرة، طبعا نقلت المنظر في حتة تانية خالص. التورتة بتاعتك دي بتكفي ما شاء الله عدد أفراد حلو. يعني هي ممكن تكفي من 12 ل 15 فرد طبعا على حسب القطعة لما بتقطعيها. كده خلاص خلصنا التورتاية بتاعتنا. والجنب اللي هو بتاع الكريمة الملونة قفلته زي ما قلت لحضراتكم. بعد ما عملته دريب قفلته للآخر
بالكريمة، لقيت إن شكله أحسن، بس كنت مستنية شوية على الكريمة لمّا تهدى علشان ما تسيّلش كلّها وتقع على البورد بتاعة الكيكة، فاستنيت شوية عليها وبعدين إيه، غلّفت الجنب كلّه، حسيت إن شكلها ألطف، وحطيت عليها كمان شوية من اللولي ده بيتاكل برضه، في منه جميع الألوان في محل مستلزمات الحلواني، عبارة كده عن، هو مش كريسبي، هو زي، مش بسكوت كريسبي، هو زي ملبّس كده وملوّن. أمّا بالنسبة للحروف دي قالب سيليكون باصُب فيه شوكولاتة وباسيبه لحد ما الشوكولاتة تنشف وباخرّجها، برضه عملته قبل كده مع حضراتكم في فيديو، هي سهلة جدًا وخطواتها في منتهى السهولة، وكل القوالب دي بتتباع في محل مستلزمات الحلواني. بعد ما خرّجت الحروف دهنتها بالدست الدهبي، برضه بيتاكل عادي جدًا. وكده خلصت تورتتنا النهارده والحمد لله عجبت جودي، واحب أقول لها كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة، وربنا يحفظِك ويخليكِ ليّا أنتِ وإخواتِك ويحفظ أولادكم جميعًا، ويا رب تحققي كل اللي بتتمنيه. ودي كان شكل التورتة من جوّه، وعايزة أقول لكم طعمها كمان كان جميل. يالّا فرحوا ولادكم واعملوا لهم التورتة في البيت، بس ما تنسيش تصلّي على النبي في التعليقات، واشوفِك إن شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.